طب إمتى بقى أقول إن أنا خلاص أنا موجودة في عيشة دلوقتي أنا مش هاقدر أستحمل، الشخص ده مش هيتغيّر وأنا هاتطلّق؟ الإهانة، عندنا بعض المؤشرات أنا شايفاها يعني بخبرات نقول يعني البسيطة، إنه لأ، إلا الإهانة، إلا عدم الاحترام، إلا تهميش، إلا إن أنتِ ما تبقيش موجودة لا في حياته ولا في حياة أولاده، إلا إن أنتِ بتستخدمي أو بتُستغلّي فقط عشان أنضّف وأعمل أكل وأوضّب بيت. دي أصبح القصة ديّة بقت مرفوضة عند بنات كتير وستات كتير، ليه؟ مش عايزة أقول خرجنا للشغل وعشان كده الرجالة يقول لك يا ريتِك يا شيخة ما اشتغلتِ، لأ، في ثقافة، في وعي، كل واحد بقى فاهم أنا ممكن ما انتحرش ليه؟ أنا ممكن أحافظ على توازني النفسي إزاي؟ أنا ممكن ما أروحش لدكتور نفسي إزاي؟ لو أنا شايفة إن حياتي دي هتأرّقني وهتهدّني وهتكسّرني، رغم إن أنا اللي اخترت، بس خلّي بالِك أنتِ في سوء اختيار بيحصل، في سرعة في الأداء أثناء الزواج، أفكّر أجيب ستاير وعفش وقصة وقايمة، الكلام اللي أنا مش معاه خالص ده ولا الكلام ده، الفكرة كلّها مين هاعيش معاه؟